I can't wait. تتابع القصة الآن حياة العجوز فرانك الذي كان يعيش حياة بسيطة وروتينية تماما قبل أن تتغير كل شيء في يوم واحد عندما توفى صديقه الوحيد. بدأت رحلة فرانك بالبحث عن القاتل، وهو ما أدى به إلى كشف أكبر عصابة في المدينة وقضية فساد كبيرة. عندما تذهب إلى العام 1957 نرى فرانك كطفل صغير يعيش في مزرعة مع عائلته، ورغم أنه كان وحيدا بعض الشيء إلا أنه كان يجد السعادة في الأشياء البسيطة. تطورت حياته عندما كبر وفاز ببطولة الولاية في كرة القدم الأمريكية خلال فترة المدرسة الثانوية، وهذا كان انتصارا كبيرا بالنسبة له. لكن كل شيء تغير عندما انضم فرانك إلى الجيش وذهب للحرب في فيتنام، حيث مر بمعارك شرسة وألم كبير. عانى هناك وتعرض للتعذيب من قبل الأعداء، وكان يعيش في جحيم يوميا. عاد إلى أمريكا بجرح في رجله بعد أن تم تحريره وتكريمه بميدالية الشجاعة، لكنه وجد حبيبته لينزا قد تزوجت وأنجبت بنات، مما أحدث له صدمة كبيرة وجعله يحاول نسيان حبه القديم. حاول فرانك بعد ذلك الانضمام للشرطة، ولكن تم رفضه بسبب اعتباره غير مؤهل تعليميا. بعد ذلك بدأ يعمل ببساطة في بيع الهوت دوغ على الشارع، حيث شعر بالسعادة والنجاح مرة أخرى بعد سنوات من اليأس والبحث عن فرصة للعمل. بينما كان يواجه رفضا متكررا ويحاول استعادة حياته بعد الحروب والخيبات، بدأ فرانك يفتح الطريق لمغامرة جديدة عندما يكتشف العصابة الكبيرة وقضية الفساد التي تؤثر في المدينة بأكملها. هذا الاكتشاف يدفعه إلى القتال بكل شجاعة لكشف الحقيقة وإعادة العدالة إلى مدينته. سيتابع الفيلم رحلة فرانك في محاربة الجريمة والفساد واجتهاده لتحقيق العدالة بمفرده، مع إثارة وتشويق يبنيهما التحقيق والمواجهة مع أعدائه. القصة تتابع مغامرات فرانك الذي تحول من حياة بسيطة ومكتظة باليأس إلى شخصية محبوبة ومشهورة بفضل تصرفاته البطولية. بدأ كل شيء عندما دافع عن رجل عجوز من بلطجية في الحافلة، حيث تحولت مقاطع الفيديو التي التقطها الناس إلى ظاهرة انتشرت بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار. بفضل شجاعته وقوته الفائقة أصبح فرانك محط اهتمام الجميع، وبدأ الناس يحترمونه ويحبونه، وتم تكريمه وسط تقدير واسع. حتى الشرطة احترمته وبدأت تأخذه معها في دورياتها، وكانت والدته فخورة به بشدة. ولكن الحياة لم تكن دائما رحبة معه. بعد فترة من الشهرة والاحترام حدثت فاجعة في حياة فرانك، حيث توفت والدته، مما تركه وحيدا مرة أخرى. كانت وصيتها تتضمن تبرعات للجمعيات الخيرية وبعض المتعلقات الثمينة التي كانت تملكها. هذه الفاجعة ألقت بظلالها على حياته المشرقة بعد البطولة، وأجبرته على مواجهة الوحدة والحزن. بهذا ينتهي الجزء المتاح من القصة لفرانك الذي عاش بطلا وتحول إلى شخصية مهمة ومحبوبة، لكنه يواجه الآن تحديات جديدة بعد فقدان والدته. في يوم من الأيام وخلال انتقاله إلى منزله الجديد، زاره ضابط الشرطة مالارك ليعزيه ويقدم له المساعدة إذا احتاج إليها، وأهداه تيشيرتا يحمل صورته كهدية بسيطة. في ذات اليوم خرج عمدة المدينة ويليامز في مؤتمر تلفزيوني يعلن عن خطط جديدة وموسعة لقوات الشرطة للقضاء على الجريمة في الشوارع وجعل المدينة آمنة مرة أخرى. صديقه كولون حضر ليساعده في ترتيب منزلهما الجديد وفك الصناديق، وأمضوا الليل يستعيدون ذكرياتهم من الحرب والأوقات السعيدة التي عاشوها معا. في هذه اللحظات شعروا بأن لديهما هدفا في الحياة ومستقبلا، على عكس حياتهما كمجرد شخصين متقدمين في العمر لا يقومان بشيء مهم. في نهاية اليوم أعطى كولون لفرانك فلاشة بها معلومات مهمة ونصحه بأن يخبئها في مكان آمن. خرج كولون لشراء السجائر، وعند عودته إلى المنزل لاحظ أنه يتم مراقبته من سيارة غريبة توقفت قربه عند دخوله إلى شارع مظلم. نزل منها رجلان بلطجية، وكان أحدهم يدعى سباستيان. في محاولته فرانك إقناع الحرامية بالرحيل أوجه أحدهم السلاح نحوه. في هذه اللحظة فقد فرانك أعصابه، وبحركة سريعة نال منه السلاح وضربه على وجهه، مما أدى إلى فقدانه الوعي. ويمسك فرانك الحرامي الثاني ويرميه بكل قوة، أما الحرامي الثالث فلا يتحمل ضربتين ويسقط مغشيا عليه. بهذا يعود فرانك إلى البطولة من جديد وينقذ الناس المحرومين. بعد ذلك يأخذ هدية من صاحب المحل ويغادر، وبيعود في طريقه إلى البيت، وفي الشارع يلتقي بجيرانه اللذين يعزونه في موت صديقه. يكتشف منهم أن أخوهم توفي قريبا جدا من مكان الحادثة نفسها.
ويدركون أن الشرطة لا تقوم بأي شيء على الإطلاق، وتترك القتلة واللصوص ينتشرون في الحي، مما يجعله غير آمن تماما ولا أحد يهتم بهم. في المنزل يظل فرانك يفكر في كلام السيدة وهو يشاهد صورته مع كولون. في هذا الوقت يلتقي بالطفل الصغير مارتن وجاره في البيت المجاور الذي يتحدث معه ويعرفه جيدا لأنه كان البطل في حادثة الحافلة، ويخبره أنه منبهر به كثيرا وأنه ضرب الأشرار. ينقطع حديثهم بعد ظهور أب مارتن الذي يتصرف بطريقة سيئة تجاه ابنه، وينظر إلى فرانك بنظرة استهجان غريبة. بعد وصول مالارك إلى المنزل يتحدث مع فرانك في محاولة لإخراجه من حالة الحزن التي يعاني منها، ويقترح عليه أن يرافقه في دوريتهم للتمشية معا. ومع ذلك يعتذر فرانك بسبب حالته النفسية السيئة والاضطراب الذي يشعر به بشدة. يعلمه مالارك أنه إذا استمر في حالته الحالية وضرب البلطجية واللصوص كما فعل في المحل منذ قليل فسيتسبب في إنتاج أعداء كثر وربما يتعرض للقتل، لذا يجب أن يهدأ قليلا ويبتعد عن المشاكل. لكن فرانك غير مهتم بهذه المحاذير، ويسأل مالارك إذا كانوا قد ألقوا القبض على الجناة الذين قتلوا صديقه أم لا، مما يسبب له إحراجا شديدا حينما يخبره أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا طويلا ويجب عليه أن يظل صبورا. عندما يشاهد التلفزيون يدرك فرانك أن الشرطة قد ألقت القبض بسرعة كبيرة على مجرم قتل شخص أبيض في غضون ساعات قليلة فقط، مما يثير غضبه. يذهب إلى الضابط المسؤول عن القضية الذي يتهمه بالعنصرية، لأنه إذا كان القتيل أبيض لكانوا قد ألقوا القبض على المجرم منذ زمن. يفهم الضابط مشاعر فرانك وحزنه على موت صديقه، ويحاول تهدئة الأوضاع ولا يظهر عليه انزعاجا من اتهاماته، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق العدالة ثم يتركه ليستمر في عمله. فرانك حينها يكون معه الفلاشة، فيقرر أن يذهب بها ليعطيها للضابط، ربما تساعده في التحقيق. لكن عندما يجده يلعب مع أصدقائه ولا يبدي اهتماما بأي شيء يدرك أنه لا فائدة من ذلك. يمشي بصمت وهو يشعر بغضب لا يضاهى. بعد أن قرر فرانك القيام بالتحقيق بنفسه وعدم الاعتماد على الشرطة المستهترة، يبدأ أول خطواته بالذهاب إلى مسرح الجريمة، حيث يفحص أي أدلة قد تساعده. يكتشف وجود الطلقة الفارغة التي قتلت صديقه، بالإضافة إلى سلسلة تقع في وسط الزرع. يتبين له أن الطلقة والسلسلة تنتميان لأحد أفراد العصابات، وعندما يفتح السلسلة يجد صورة واحدة فقط. يأخذ هذه الأدلة ويذهب إلى خبير في الأسلحة يعرفه، ويخبره بأن الطلقة تعود لنوعية معينة من الأسلحة تستخدمها العصابات، كما يفسر له أن السلسلة والصورة تعودان إلى امرأة كانت تتردد كثيرا على الكنيسة، وكانت متزوجة من أحد أفراد العصابات ذوي البشرة الداكنة، وهي تسكن بالقرب من المكان مع وصف دقيق للمنزل. فرانك يذهب مباشرة إلى منزل المرأة ويقابلها، وخلال محادثته معها يعرف أن زوجها تيرانس اختفى منذ أسبوع، وأنها غاضبة جدا منه لتركها وأطفالهم، ورأت صديقتها أنه كان يلعب كرة السلة مع أصدقائه في ملعب الحي طوال الوقت. في الوقت الذي يبحث فيه فرانك عن تيرانس يصل إلى مجموعة كبيرة من الشباب الذين يلعبون، يتجاهلونه ويبدأون في السخرية منه والتهجم عليه بكلام غير لائق، مما يزيد من استفزازه ويجعله يفقد السيطرة على أعصابه، وبيهجم عليهم بدون تردد بقوة مفرطة ومرعبة، ويوقعهم على الأرض واحدا تلو الآخر حتى يخاف الباقون ويعلموا أن تيرانس اختار بيتا في الجهة الأخرى من المدينة مع أصدقائه، والشخص الذي يعرف مكانه بالضبط هو رينالدو، ويعطونه عنوانه دون تردد. يذهب فرانك إلى عنوان رينالدو ويقتحم الشقة ويكسر الباب، لكن لا يجد أحدا سوى قس. عندما يهاجم فرانك لا يمكنه أن يضربه ويعتذر عن اقتحام الشقة، وبعد بعض الحديث يكتشف فرانك أنه ليس قسا بل يؤدي دوره في مسرحية، وأن زميله في الشقة رينالدو سيكون في حانة معينة فيسارع إلى هناك. في الوقت نفسه يكون العمدة ويليامز في اجتماع سري مع زعيم العصابات في المدينة بانثر، حيث يعلمه بالخطة التي ستحدث لتنظيف المدينة، ويود أن يحصل على بطاقة الذاكرة بأي ثمن، لأن وجودها والمعلومات الموجودة فيها ستدمر مستقبله وتوجهه نحو الهاوية. ومع فشل رجاله في العثور عليها أصبحت المشكلة أكبر في الوقت الحالي، وأصبح العمدة خائفا جدا من أي شيء قد يحدث. يعد بانثر بأنه سيجدها مهما كان الثمن، ويحاول أن يطمئنه
وليس هذا فقط ما يقلق العمدة، بل أيضا الفتوه الذي يهاجم رجاله، ويجب عليهم التخلص منه أيضا بيواصل فرانك رحلته في البحث عن قاتل صديقه بدون ملل أو تعب. أثناء مساعدته لست عجوزات، يظهر أمامه الشخصان اللذان هاجماه في الأتوبيس، وهما مسلحان بأسلحة آلية، ويطلقان عليه نيرانا كثيفة انتقاما منه على ما فعله بهما، متأكدين من أنهما أنهيا حياته وقتلاه. في الواقع يقفز فرانك وراء سيارة في اللحظة المناسبة، ويتجنب كل الرصاص، وينجو بحياته بصعوبة بعد هذا اليوم الصعب. يعود إلى منزله للاسترخاء ويتناول وجبة العشاء. في هذا الوقت يسمع مارتن وهو جالس أمام المنزل صراخا بين والديه، حيث وصل الأمر إلى الضرب على وجه والدتها ونزف من منخرها. يأتي فرانك ويطمئن عليها ليجدها في حالة سيئة. يحضر أدوات الإسعافات الأولية ويعالج جروحها، ويكتشف أن اسمها أمبر. يتعرف عليها بنفسه ويكون لطيفا معها، ويجلب لهما آيس كريم، ولأول مرة منذ فترة طويلة يشعران بالسعادة. في اليوم التالي ذهب فرانك إلى الحانة وسأل عن رينالدو. كان الأشخاص الموجودون هناك يعصبون عليه، وكانوا يعرفونه جيدا باسم الفتوه. على عكس الكثيرين كانوا يكرهونه بشدة، وتطور الأمر إلى خناقة معهم. هنا جمع فرانك قوته وفاجأهم، وهاجمهم بشراسة مرعبة وكسر عظامهم، وأي شخص يهاجمه يخسر في ثوان. صاحب الحانة خاف جدا منه، وعرف أن رينالدو يجلس في الطابق الثاني. وفي لحظات خرج فرانك متعصبا وكسر باب الغرفة وسأل عن مكان تيرانس. خرج رينالدو المتهور وهاجمه، لكنه اختار الشخص الخطأ للتشاجر معه. فرانك أمسكه بكل قوته وضربه، وعلقه من الشرفة، وأجبره على الاعتراف بمكان تيرانس بعد أن ألقى عليه جرعة من الرعب وجعله يكشف المعلومات. بعدما انتهى فرانك من جلسة الحانة عاد إلى منزله، وفي الطريق التقى بمالارك الذي اصطحبه معه في دوريتهما في الشوارع. خلال الجولة بدأ فرانك بفتح موضوع البحث عن قاتل صديقه، وأصبح هذا الموضوع يؤثر على كامل المدينة، حيث أنه يتعرض للضرب من الجميع دون خوف، والعصابات تنوي قتله. رفض فرانك جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه ليس لديه علاقة بهذه الأمور. وبالطبع مالارك ليس صبيا صغيرا، ويعرف أن رئيس الشرطة قد أصدر أمرا بالقبض عليه بسبب تدخله في تحقيقات الشرطة، لكنه أقنعه بأنه لن يلقى القبض عليه بسهولة. عندما وصل إلى المنزل وجد كارثة تنتظره. كانت النوافذ مكسرة والمنزل مقلوبا بالكامل. ثم خرج شخص ضخم وأمسكه بقوة وسأله عن الفلاشة. رفض فرانك أن يكون لديه أي معرفة عنها، ونجح في الفرار من الضخم وضربه بكل قوته. وعلى عكس المتوقع لم يتأثر الرجل الضخم نهائيا، بل أمسك فرانك وبدأ في ضربه بقوة. استجمع فرانك كل قوته وخبرته، ونجح في توجيه ضربة قاضية وألقى به خارج المنزل. هكذا أدرك فرانك أن هناك سرا خطيرا وراء تلك البطاقة. ذهب إلى مارتن وطلب منه تشغيلها، واكتشف أنها تحتوي على معلومات خطيرة جدا تهدد بإدخال العمدة في أزمة كبيرة، بما في ذلك خريطة المدينة والميزانية الخاصة بها، وبملايين يتم نقلها إلى بانثر. عندما ذهب فرانك إلى عنوان عمل صديقه تيرانس الذي يعرفه باسم تيانا، وجدها هناك. رفضت تيانا الاعتراف بأنها تعرف تيرانس، أو أنهما كانا متفرقين منذ فترة طويلة، ثم تركته وذهبت. انتظر فرانك حتى انتهت تيانا من عملها، ثم تبعها دون أن تلاحظ. وصلت تيانا إلى منزلها، وحاول فرانك اقتحامه والدخول خلفها. بعد أن اكتشف فرانك أنها مخبأة تيرانس عندها، هجمها على الفور بالخطأ، وخرجت رصاصة من سلاح تيرانس، مما أدى إلى مقتل تيانا في يوم آخر. وفي اليوم التالي اتخذ فرانك الحافلة الأولى عائدا إلى منزله، ووجد منزل أمبر مدمرا وزوجها قد عاد، وكانوا يتشاجرون بشدة حتى أنها تعرضت للعنف منه. في تلك اللحظة اضطر فرانك إلى التدخل في الخناقة، وحذر الزوج بأنه إذا مد يده على أمبر سينفخه. أثار غضب الزوج وهاجم فرانك، لكنه أمسك بيده بقوة وكاد يكسرها، معبرا له عن عدم استحقاقه لعائلتها الجميلة. أجبره على جمع أغراضه ومغادرة المنزل، مؤكدا أنه لن يعود مرة أخرى. أمبر ابتهجت كثيرا لأن فرانك أنقذها، ركضت نحوه وعانقته. لما رأته متعبا جدا أعدت له وجبة لذيذة، وبينما كان يتغير ويربط بدلة أنيقة قدمت له باقة من الورود. جلسوا معا في الحديقة وتناولوا الطعام، مكثوا سعداء وتحدثوا بكثير عن حياتهم
عندما جاء مارتن وقام بإنشاء حساب لفرانك على فيسبوك وسماه بلقب الفتوة، بدأت طلبات الصداقة تتوافد بالعشرات خلال دقائق قليلة. ونظرا لأن منزل أمبر لم يعد لديهم باب بعد أن دمره زوجها، قرر فرانك أن يسمح لهم بالبقاء في منزله حتى يتم إصلاح الباب لهم. انتقل فرانك ليقابل مالارك ويسلمه الفلاشة، وهناك عرف أنها تحتوي على العديد من الأسرار وهي السبب وراء مقتل كلون. عندما وصل فرانك إلى المخزن وجد سباستيان هناك برفقة بانثر وعصابته. كانوا يعلمون عنه جيدا، خاصة بعدما بدأ في مهاجمة رجال العصابة وضربهم في جميع أنحاء المدينة. فرانك كان يشعر بالندم والاستغفار لكل ما فعله، ولذا ذهب إلى الكنيسة للاعتراف بأفعاله والبحث عن الغفران. كان ينوي اليوم القيام بأمور تستحقه السماء. عندما نقاش فرانك وبانثر بدأ بحدة، اعترف بانثر أخيرا لفرانك أنه كان السبب في موت صديقه بسبب خيانته للعصابة وسرقته أشياء مهمة جدا. العقاب على الخيانة كان الموت. فورا طلب بانثر من فرانك تسليمه الفلاشة، لكن فرانك أنكر أن يكون على دراية بها وقام بالتظاهر بالصدمة. هاجم فرانك بانثر بحركة مفاجئة وضربه على رأسه، ما أدى إلى فقدانه للوعي. عندما استفاق فرانك وجد نفسه مقيدا في كرسي ومحاطا ببانثر وأتباعه. بدأوا في تعذيبه وتكهربه بشدة، محاولين إجباره على الكشف عن مكان الفلاشة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك يهدد حياته. فرانك برغم الألم الشديد الذي يتعرض له رفض الاستجابة لمطالبهم، فزادوا من شدة التعذيب بمستويات مخيفة من الكهرباء. ومع ذلك استمر فرانك في الصمود ورفض الاستسلام. لم يجد بانثر حلا آخر سوى البحث في بطاقته لمعرفة مكان سكن فرانك. خاف فرانك على سلامة أمبر ومارتن الذين كانا يقيمان معه، وأخبر بانثر أنه لا يوجد شيء هناك. لكن بانثر شك في صدقه وهدده بزيارة المنزل بنفسه للتأكد من ذلك، وأنه سيموت الأبطال. بعد التهديد ترك بانثر فرانك مقيدا ومشى بعيدا. وفي هذه اللحظة نجح فرانك في تحرير نفسه بسرعة. أخرج كبريتا من جيبه وألقاه على البنزين. اشتعلت النيران في المخزن بسرعة هائلة، مما أدى إلى فرار أفراد العصابة في جميع أنحاء المخزن. فيما بعد، بينما كان فرانك يحاول السيطرة على بانثر قبل فراره، استخدم بانثر سيفا وطعنه في رجله. سقط فرانك على الأرض مصابا، وفي هذه اللحظة تمكن بانثر من الهروب نحو بيت فرانك. بصعوبة قام فرانك بالنهوض وبدأ في مطاردة بانثر عندما كانت اللحظات الأخيرة قبل انفجار المخزن العنيف تقترب. بعد أن عثر بانثر على حافلة نقل عام، نزل منها وهاجم السائق، ثم قام بسرقتها وفر بها. في هذه الأثناء شاهد فرانك الحادث وسارع خلف حافلة أخرى. بعد أن تعرف السائق على فرانك وعلم أنه من محبيه، قرر أن يسمح له بالانضمام إليه في الحافلة. ومن هنا بدأت مطاردة عنيفة في شوارع المدينة بين الحافلتين. خلال المطاردة تسبب بانثر وفرانك في تدمير العديد من السيارات والتماثيل، وأدت أفعالهما إلى حالة من الرعب في المدينة. وقعت حوادث مروعة وتضررت مباني، مما أدى إلى فوضى عارمة ودمار هائل. هذه الأحداث تصاعدت حتى وصلت إلى لحظة حاسمة، حيث تبادل بانثر وفرانك التحديات. وفي اللحظة الأخيرة أدى خطأ فرانك إلى اصطدام الحافلة بسور من الحديد وانقلابها، وانطلق كلاهما في اتجاه بعضهما بأقصى سرعة ممكنة. وفي لحظة الحسم حاول فرانك تفادي الاصطدام مع بانثر، لكنه اصطدم بسور من حديد، وانقلبت الحافلة أثناء سيره في طريق السكك الحديدية. واجه بانثر قطارا قادما بسرعة هائلة وصدمه بقوة، لكنه نجا من الموت بعجزة. بعد أن نزل وهو يعثر، تقدم فرانك الذي كان يعرف جيدا وجهته. على طريقه إلى البيت واجه بانثر الرجلين اللذين ضربهما في الأتوبيس، وتفاجأ بأنه لا يزال على قيد الحياة. رفعوا السلاح عليه وأرادوا قتله، لكن بانثر كان مستعدا لمواجهتهم. الرجل بعد أن تعب من كل ما حدث هاجمهم مجددا بشدة وبعنف، ثم استكمل طريقه نحو منزله. في الوقت نفسه وصل بانثر إلى منزل إمبر ودخله بالقوة، مهددا إياها بالسكين. فبدأت إمبر تشعر بالخوف والرعب الشديدين منه، وحاولت بكل الطرق الهروب. وفي هذه اللحظة وصل فرانك وبدأ في حمايتها، ونشب بينهما قتال عنيف بينما كانوا يتصارعون حتى وصلوا إلى الحديقة. كانت المعركة مروعة بين اللكمات القوية والضربات العنيفة،
ولكن بانثر لم يكن يفكر في الاستسلام واستمر في المقاومة. في النهاية سقط بانثر منهكا على الأرض تحت قوة فرانك المخيفة، وهي سعيدة بنجاته. وفي هذه اللحظة وصلت الشرطة وألقت القبض على بانثر. في اليوم التالي بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن الفتوة التي نفذها فرانك، الذي تمكن من كشف أكبر فضيحة فساد في تاريخ الولاية. تم القبض على العمدة ويليامز، الذي اتضح أنه رأس كبير لعدة عصابات تعمل تحت إمرته. نتيجة لجهود فرانك تم تعيينه كضابط شرطة شرفي، وبدأ في ممارسة عمله فورا بجانب صديقه مالارك. في النهاية عاش أمبر ومارتن مع فرانك كعائلة كبيرة ومترابطة. كان فرانك سعيدا لأنه أخيرا تحققت أحلامه، حيث لديه الآن عائلة تحبه ويحبها، ولم يعد وحيدا، كما أنه أصبح رمزا للشجاعة والرجولة والشرف بعد تعيينه كضابط شرطة، مما جعله يشعر بالفخر والاعتزاز.